والله الحياة فقدت جزء من حياتها. فقدنا فنانة كبيرة، فقدنا يعني الكتف اليمين للفن والفنانات في الخليج. ساهمت وساهمت أنا معاها عبر من 63 لغاية الآن، يعني حوالي ما يقارب 62 أو 63 سنة. احنا فاقدين اليوم، كل الشارعين فاقدين كانت بالنسبة لنا باللوكيشنات، بالحياة، بالتعامل. ساعات تلقاها مثل الأم، تلمنا كلنا في الكواليس. ساعات تلقاها مثل الأخت، لما الأخت الكبيرة اللي تنصح إخوانها. فقدنا معلم، فقدنا تاريخ، فقدنا كل كويتي وخليجي أمانة. راحت عند الخالق عز وجل. احنا كلنا اصلا ناديها يمه، يعني ما جيلي والجيل اللي بعدي ما حد يقول لها ام سوزان، الكل يقول لها يمه. كلمة يمه عنده عزيزة، ما في أحد يقدر يصعد بمستوى أمه. ما تصعد بمستوى والدتك إلا اللي تكون فعلا تستحق تقول لها كلمة يمه. يمه فعلا، يعني كلمة يمه ما تنقال حق أي إنسانة إلا لما تحسها. بالنسبة لي كانت وايد 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 قريبة، يعني كنت لما أقول لها يمه وأنا مقتنع، مو يمه مجاملة. بمعنى الكلمة، محبة للجميع، كانت معطاءة بمشاعرها، بعطائها، حتى لو كان في أبسط الأشياء. أنا واحد ما كنت فنان، يعني أنا كنت عادي، تصبر علينا وتساعدنا وتعلمنا وتقول لنا ترى حياة الفهد أستاذة بعد، الله يرحمها، الله يرحمها برحمته. الله يرحمك ويغمد روحك في الجنة إن شاء الله. نثبتك عند السؤال يا سوزان، كنت أم أخت كانت هنا؟ لا ما تعوض، لا ما تعوض، مستحيل التعوض، لو مع احترامي للجميع ما صعب.